كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعود عليكم الأيام بالخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى حلاوة المولد. كل عام وانتم بخير، يا رب تعود عليكم الأيام بالخير والفرح والهنا والسرور والسعادة ويجمع خير الدنيا بين ايديكم وتحت رجلكم يا رب العالمين. هنعمل الحمصية والفولية والسمسمية، بصوا بطرق سهلة جدا، وان شاء الله عمرها يعني ما هتفشل معاكي ابدا، وان شاء الله من اول ما هتعمليها هتلاقيها ناجحه. ومن اول ما تمشي بس على الخطوات اللي انا هقولك عليها، وما تنسيش اي حاجه خالص من التكات والحركات بتاعتنا، هتلاقيها ان شاء الله طلعت احلى حاجه في الدنيا. يا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دي اللي هما الثلاث حاجات اللي انا عملتهم، اللي هي الفوليه والحمصيه والسمسميه. معايا بقى الحاجات اللي كنت شاريها من بره: ربع كيلو من السمسم، وجبت عسل جلوكوز. لو مش متوفر عندك العسل الجلوكوز، عسل نحل عادي. انا ما كانش موجود ده ولا ده ولا ده، فاشتريت عسل جلوكوز. واشتريت حمص. اي مكسرات انت حباها اشتريها. واشتريت فول سوداني متحمص كده متحمص ومتقشر، اسفه، وبس مش مملح. اهم حاجه ان هو ما يكونش مملح، يكون يعني فول سوداني عادي. اول حاجه، هو لكل ربع كيلو مثلا، اذا كان فول اذا كان حمص اذا كان اي حاجه، ليه كوبايه سكر ونص كوبايه من الميه، وابدا ان انا ارفعهم على النار. واول ما يبداوا ان هم يغلوا، ابدا ان انا كده اديله تجليبه، وانزل بباكو من الفانيليا، ومعلقتين كبار كده من عسل الجلوكوز او عسل النحل. اي عسل متوفر عندك حطيه، المهم يكون يا عسل جلوكوز يا عسل نحل، يعني يكون عسل ابيض. وابدا انزل بيهم كده على المكونات بتاعتي، وابدا ان انا اديهم تجليبه. وبعد كده اول بقى ما يبدا ان هو يعني هجهز دلوقتي الحاجه اللي هفرد فيها، عشان بعد المرحله دي بقى كل حاجه بتبقى سريع سريع. دهنت الصينيه اللي هحط فيها يعني المكسرات بتاعتي بالزيت كده، دهنه بسيطه. اول بقى ما يبدا يغلي في المرحله دي بقى ما بعدش عنه ولا ثانيه، علشان كل شويه هبدا ان انا اختبر فيه. دلوقتي كان لسه طري شويه، كل شويه هبدا ان انا بقى يعني. وفي المرحله دي يعني يستحسن ان ما يكونش جنبي اطفال، علشان صراحه لسعته وحشه جدا. انا ببقى بعمل وصراحه خايفه من اللسعه بتاعته، ان هو جامده وعايش كل حاجه سريعه. فيعني لو معاك اطفال تخليهم نايمين في المرحله دي. كل شويه بقى هيبقى معايا طبق فيه ميه واختبره، ان كل شويه المرحله بتطار شويه شويه، بيبقى طري، بعد كده تلاقوه بيمط، وبعد كده تلاقوه اول بقى ما تلاقوه نشف كده وبيجرجش، شايفين لسه طري بيمط معايا. فلسه بقى ما وصلتش للمرحله اللي انا عايزاها. اول ما اوصل للمرحله اللي انا عايزاها هسمع صوته اول ما ينزل في الميه. هو كده كان خلاص، شايفين طارت من ايدي من كتر ما هي ناشفه وبتجرجش. فبروح نازله عليها ربع معلقه صغيره من الكربونات، واروح طافيه النار على طول، واروح نازله مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد. انا رجعت ورا، المفروض كنت ابقى فاتحه الكيس ومجهزاه، فلازم بقى رحت فتحت. عقبال ما فتحت الكيس اللي هو الكيس السمسميه، فلازم اكون فاتحه، عشان كل حاجه في المرحله دي بقى لازم سريع سريع. شايفين الاسباتولا اتكسرت ازاي من كتر السخونه؟ الحاجه ما بتستحملش السخونه، لان لما سبته شويه بس عقبال ما فتحت الكيس. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي بقى تقلبي فيه بسرعه، عشان بس كل العسل ياخد في كل حته فيه، علشان لو ما قلبتوش في العسل كويس هيتفرق معايا. بعد كده اروح نازله بقى بيه في الصينيه او الحاجه. المهم ان يعني الحاجه بتاعتي ما امسكش بايدي خالص، عشان المرحله دي بقى بتبقى سخنه. دهنت اللي هي بالنشابه، بدات افرد فيه كده بسرعه برضو، علشان لو ما لحقتش ان انا افرده بسرعه واقطعه هينشف معايا، ان هو ما بياخدش صراحه وبينشف وبيبقى سخن جدا، ما ينفعش ان انا ادوس عليه بايدي خالص. بصوا كل ما باجي المس ما بقدرش استحمل. انا عارفين ماسكه الصينيه بالناحيه التانية وهي سخنه ومش قادره امسكها. افردي بقى السمك اللي انت عايزاها رفيع قوي، عايزاها تخينه، زي ما انت عايزه. بعد كده بدات بقى اقطع برضو وهو سخن، مش هستنى لما يبرد، عشان لو استنيت لما يبرد هتنشف ومش هعرف اقطعها، هتاكليها بقى جالد كده سليم. فلا، بتقطعيها وهي
وهي سخنة، علشان اول ما تبرد تلاقيها اتكسرت كده من بعضيها بكل سهولة. قطعها بقى زي ما انت حابة، الشكل اللي انت عايزاه، مربعات كبيرة مربعات صغيرة زي ما انت حابة قطعيها. هنسيبها دقيقتين بس لغاية ما تبرد، هي تسكتي بس عليها دقيقتين وخلاص. بعد دقيقتين شايفين ما شاء الله اهي فكت من بعضيها ونشفت، شايفين ما شاء الله تحفة جدا. بصوا ودايبة دوب. ان شاء الله تعجبكم الطريقة جدا، هتدعولي كل اللي هياكل من السمسمية او الحمصية او الفولية او اي مكسرات بنفس الطريقة دي، هتبقى دايبة في بوج دوب كده. بص يعني هتبقى احلى من اللي بتتباع في الشارع كمان. جميلة جدا، بتدوب كده في البوج. بعد كده هعمل بقى الفولية نفس المقادير، بس ده نص كيلو. النص كيلو بنحط له كوبايتين سكر وكوباية مية، واول ما يبدأوا يغلوا هنزل عليهم بالباكو الفانيليا نفس الطريقة ديكي، بس ده نص. دوكو كان السمسمية كانت ربع، الفولية نص كيلو من الفول، فحطت له كوبايتين من السكر وكوباية مية ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. زي ما قلتلكوا عسل جلوكوز، عسل نحل، اي عسل حطيه، المهم ان انت تحطيه. يعني شايفين اهو نزلت بيهم اول لازم اول ما يغلي، عشان بعد كده اروح حاطيه تجليبه كده. بس بقى هسيبهم يغلوا زي دوكهم. هختبره كل شويه واشوف المراحل بتاعته، يعني كل شويه هختبره. بصوا هشوفه بس في الاول كده، بس بحوش الاسباتولا عشان ما تسحش زي ديكي، ان ديكي من كتر ضغط السخونه خلاها اتكسرت في الحله. لسه كان طري شويه، طري كان لسه في اول مرحله، بس المهم ان انا ما بعدش عنه ولا ثانيه، عشان في دقيقتين تلاقيه وصل للمرحله النهائيه بتاعته وممكن يتحرق منك، فلازم تكوني واقفه جنبيه. بصوا كل شويه بختبر ايه فيه، وكل ما انسى الاسباتولا اروح حيشاه. لسه كان طري عامل زي اللبان، لا عايزاه ينشف ويبقى عامل زي الجزاز كده، اول ما تمسكيه وتدوس عليه يتكسر في ايدك، اللي هو يبقى دايب دوب. بصوا لازم المرحله دي اول ما يبدا يغلي ان انا لازم كل شويه اختبره، كل ما بين دقيقه والتانية ان انا لازم اختبره، ما بعدش عنه لحظه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب يحسن ما بين ايديكوا يا رب العالمين، ويجمع خير الدنيا بين ايديكوا يا رب العالمين. بصوا لسه طريه شويه، فبرجعها تاني وابدا ان انا اجلف فيه كده. مفيش لحظة واختبر، مفيش لحظة واختبر، يعني اشوفها الاقيها لسه طرية اروح لا رميها تاني مكانها واروح اختبره تاني. يعني بصوا ما ببسهاش عليه، واقفة جنبيه. بصوا اتكسر، شايفين كده؟ اول ما يتكسر يبقى خلاص كده تمام. اروح نازلة بربع معلقة الكربوناتو واروح خلاص بقى اطفي عليه وانزل بقى بالمكسرات بتاعتي. اول ما انزل بمعلقه الكربونات اطفي عليه عشان ما يبداش. بصوا بيبدا يفور ازاي، فبروح خلاص كده طفيت النار وابدا بقى ان انا اقلبه كويس. افضل ان انا افضل اقلب كده عشان كل الفول يتشرب من عشان بس يمسك في بعضيه. اهم حاجه ان كل حاجه تبقى سريع سريع علشان ما ينشفش مني. ابدا ان انا اضغط كده بس عليه، افرده فرده بسيطه، وبعدين اكمل بالسباتيلا. اكون مثلا لابسه جلافز في ايدي، اي حاجه، المهم ان انا ما اعملش اي حاجه خالص بايديا، وابدا ان انا افرد كده في شيء. شايفين بدات ان انا افرد فيه على قد ما اقدر، عشان مش عايزه السمك يبقى عالي قوي، عايزاه يبقى على قد، يعني لما اقطعه ويبقى على قد قطمه البوج، ما تبقاش عاليه قوي، يبقى السمك بتاعها اللي هو مظبوط. فبدات ان انا افرده كده بالسباتيلا بالنشابه. بعد كده صراحة لقيت القطعة دي احسن من السكينة، وبتقطع لي كده القطعة بتبقى شكلها حلو، وبعرف صراحة اتحكم فيها عن السكينة. السكينة ما كنتش عارفة اتحكم فيها قوي،
والفول بطبعه بيبقى يعني ناشف شوية، فمش هعرف اقطع بيه في السكينة زي القطاعة دي. حلوة الصراحة، بتقطع حلو جدا. بصوا قطعت لي كلهم مربعات كده حلوة جدا. حاولت ان انا اقطعهم مكعبات صغيرة يعني مش كبيرة قوي. مظبوطة. وهسيبهم دقيقتين برضو يبردوا، وبعدين اروح مكسراهم معاكم. بصوا بعد ما بردوا بعد دقيقتين، بصوا بيدوبوا دوب، والله العظيم بيدوبوا في البوج ما شاء الله. كمان لما بتكتب منه القطمة يعني بتاكلي كده منه. من الناس اللي بتحب حلاوة المولد ما مش بتشبع منه. وكمان انت عاملة الحاجة بايديكي في البيت، فبتبقى مبسوطة جدا ومنبهرة، وحاجة حلوة جدا هتفرح اولادك وتعمل كميات كتيرة. ان طبعا الحاجات دي الايام دي بتبقى غالية اكيد يعني بمبلغ يعني دولت. انت مثلا جبت نص ونص هتعملي حوالي اكتر من 2 كيلو حلاوة المولد في البيت، تبقى عملت كمية. الكيلو اكيد عامل 100 دلوقتي او اكتر من كمان من 100. انا صراحة ما سألتش عليها، بس يعني اكيد بمبلغ. ان السكر غالي بكل حاجة غالية، مفيش حاجة رخيصة خالص، فبنحاول ان احنا نوفر وخلاص بقى على قد ما نقدر. بعد كده بقى هعمل اخر حاجة اللي هي السمسمية. لا الحمصية، اسفة. ممكن نجيب كاجو ونعمله، ممكن نجيب فستق، ممكن نجيب لوز. اي مكسرات احنا حابين نعملها نعملها. هنعمل بس العسل زي ما قلت لكم كده، اللي هو نحط على الربع كيلو كوباية من السكر ونص كوباية من المية ومعلقتين عسل جلوكوز كبار، اللي هو تلت كوباية يعني. واللهم صل على سيدنا محمد. ورشة من الفانيليا عشان تدي بس ريحة حلوة كده ونكهة حلوة فيه. وابدأ ان انا ادوب فيه كده. هو كان محطوط في التلاجة فكان جامد معايا شوية. وابدأ اختبره زيه زي الاولانيين. معايا طبق، واول ما الاقيه اللهم صل على سيدنا محمد، اول ما بلاقيه بدأ يغلي ببدأ اختبره كل شوية. كان لسه دلوقتي عامل بيمط خالص لسه ما تجلش فبدأت ان انا ارجعها تاني. طبعا ايديا نظيفة وزي الفل، وابقى شغالة في الحياة دي بس يعني مش بروح في حياة تاني. بصوا يا رب تكون وصلت لكم المعلومة وفهمتوا انا قصدي ايه يعني. بص هو لسه دلوقتي بيمط عشان لما اجي بس اقطمها ما تبقاش بتعمل في سنين يعني، تتقطم كده معايا قطم وتبقى دايبة لكن لما بتبقى لو عم حطيتيه في المرحلة دي هيلزق كده في اسنانك ومش هيبقى حلو. شايفين عامل ازاي؟ فلسه انا مش عايزاها تلزق في اسنانكم، عايزاها لما تيجي تاكليها كده تبقى دايبه في بوجك وانت بتاكليها. وهتسمعي صوتها اول ما تلاقوها نشفت هتسمعي صوتها. بصوا كانت دلوقتي خلاص كده وصلت للمرحله اللي انا عايزاها، فخلاص ان هي بتتكسر. فانزل بقى بربع معلقه الكربونات، واروح نازله نزلت بالحمصيه على طول، وبعدين طفيت النار. ابدا اقلبها بس كويس، وبعدين طبعا دهنه الصينيه ومجهزاها، دهنها دهنه زيت. وبعدين بدات بقى ايه ان انا هفردها برضو بسرعه. اهم حاجه ابقى دهنه برضو اللي هي النشابه دي، ابقى دهنها عشان انا ما كنتش دهنها ونسيت فروحت دهنتها فلزق فيها. ان ده عسل فيلزق في اي حاجه، فلما بتبقى دهنها زيت مش هيلزق فيها. بدأت اهو ان انا افردها على قد ما اقدر. انا اكتر حاجة صراحة بعشقها في حلاوة الموز والكلام ده كله اللي هي السمسمية والفولية. ماليش تجالة خالص على الحمصية. ممكن اكل حتة كده بس، فما مش من عشاقها يعني قوي. هو يعني ملك الليلة في كل دولت بالنسبة لي انا اللي هو الحمصية والفولية والسمسمية. امال اتلخبط مش عارفة ليه. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين كل حاجة سهلة، ما اخدوش مننا نص ساعة
عميل، يعني بتقف في المطبخ تطلع كده بانبهارات وحاجات حلوة وحاجات جميلة وتعجب اولادك. بصوا بتطلع بحاجات حلوة جدا. انت بس قولي يا رب احسن ما بين ايديا، وبتطلع احلى حاجة في الدنيا كلها. بعد ما قطعتهم اهو خلاص، وسبتهم دقيقتين علشان ينشفوا يعني. بس كده وكنت خلصت كل حاجة، وطلعت بقى بحاجات حلوة من المطبخ صراحة ببهر اولادي. تدي مثلا لجيرانك وحبايبك، وتدي لو انت موظفة تدي لاصحابك في الشغل. المهم ان انت وزع على كل الحبايب والجرايب وكل الجيران. ويا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. بصوا ما شاء الله عملت طبق، بصوا لو جبتيه من بره يعني اقل حاجة ده يجيله 2 كيلو او اكتر. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.